يعاني الطفل حمزة كبيري حفيد زعيم حزب النهضة الإسلامي في طاجكستان محي الدين كبيري يعاني من السرطان، وتتفاقم حالة حمزة ابن ال4 سنوات يوما بعد يوم مع عدم استطاعته لتلقي العلاج اللازم في البلاد، كما لا يستطيع السفر إلى الخارج لتلقي العلاج. السلطات الطاجيكية كانت قد منعته من السفر بعد اعتقال والده. معي للحديث حول هذا الموضوع عضو المجلس الأعلى لحزب النهضة الإسلامي في طاجكستان السيد محمد سعيد رضائي. سيد رضائي، أرحب بك في حقوق الناس. هل لك أن تعطينا معلومات أكثر عن منع السلطات الطاجيكية الطفل حمزة من السفر للعلاج في الخارج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للجميع. نعم، حمزة يعني إبراهيم حفيد محي الدين كبيري زعيم حزب النهضة الإسلامية في طاجكستان، الحزب الذي منع منذ 3 سنوات بقرار من مجلس العليا المحكمة العليا في طاجكستان عن طريق غير قانونية. والطفل الذي الآن نتحدث عنه هو منذ هو 4 سنوات، وهو يعاني من 3 سنوات مرض السرطان الجنين، نوع من الأمراض المخصصة أو للأطفال. والسلطة الطاجيكية كما يشهد العالم ويعرف الشعب الطاجيكي وفي المنطقة ككل، السلطة الدكتاتورية الجبرية خائفة ولا يحترم بالقانون، وعندهم السلطة والخوف. يزعم أن هذا الطفل هو موسى الذي سوف يقوم عليهم ويحاسب عليهم. فأمثال هذه أطفال كثير من أقارب المعارضين من حزب النهضة والمعارضين الأخرى والأهل وأهاليهم يعانون في البلد. طيب، ولكن أن يعاني شخص كبير هذا أمر ربما السلطات الطاجيكية تبرره بأنها تخاف من معارضته، لكن طفل عمره 4 سنوات ما الذي تخشاه السلطات الطاجيكية عندما تمنعه من السفر إذا كان مريضا بالسرطان؟ صحيح، كما قلت أنا أن السلطة هم دكتاتوريون وخائفون، ولكن لا يحترمون القانون. والطفل كالرهين الآن، رهين، ويخافون أن هذا الطفل وأمه بعد أن يخرجون من طاجكستان يلتحقون بأسرتهم. أب الطفل ابن الدكتور كبيري منذ 3 سنوات خارج البلاد. إذا والده خارج البلاد وليس كما ذكرت مصادر حقوقية هو معتقل للتصحيح فقط. لا، ليس هو أيضا محكوم عليه، وهو أيضا مطلوب من قبل السلطة الطاجيكية بالتهمة ومحاولة حتى يخرج بابنه إلى المستشفيات. الآن أو أمس وصلنا بأن بعض المستشفيات في تركيا وفي نفس الروسية الآن جاهزين للقبول وعندهم العلاج لهذا الطفل، ولكن السلطة ما يسمح لهم. طيب، هل السؤال سيد محمد سعيد رضائي، هل تواصلتم مع السلطات الطاجيكية وحاولتم توسيط الطرف الثالث، الدولة التي تقولون بأنها قبلت علاج الطفل حمزة؟ نعم، ليس مباشرة، لأننا نحن في المعارضة، والآن بدأوا هم يلعبون بالأمراض بالأطفال ويعللون بأن هذا ابن رجل سياسي ومخالف للحكومة وما يلبي وما يجب للطلبات، ولكن عن طريق المؤسسات الحقوقية والطبية نحن راجعنا وكتبنا حتى إلى كثير من المؤسسات تدخلوا في الأمر، ولكن هم يعللون. أول أمس أصدر القرار، أصدر في الصحف عن طريق
الحدود، حرس الحدودي، بأن حمزة لم يراجع إلى حدود طاجيكية، ولكن أسناد بأيدي السلطة جواز الأمه وأسناد هوية الطفل عند السلطة، وما يعطيهم حتى يخرجوا، حتى يحجزوا التأشيرة ويخرجوا إلى موسكو. شكرا لك على هذا التوضيح. عضو المجلس الأعلى لحزب النهضة الإسلامي في طاجيكستان محمد سعيد رضائي.